بهذا الصوت المكسور وبالدموع اللي ما قدراتش تحبسهم، فرح الفاسي كتفتح قلبها لأول مرة وكتحكي على أصعب مراحل حياتها: طلاق موجع، فراق قاسي لوالدتها، وبعد مؤلم عن بنتها. اعترافات صادقة خلت الآلاف يتأثروا. شنو وقع بالضبط؟ وخاصك تشوف هذه الحلقة حتى للآخر. طبعا الخيانة أصعب حاجة تقدر توقع في المرأة فيها. شو الأثر اللي بتتركه عند المرأة لما بتنخان؟ نار جامدة كبيرة كتكون في الداخل ديالك. نفسيا كنت يعني صرت في مرحلة اكتئاب خطيرة. شو يعني خطيرة؟ خطيرة، فكرت يعني في انتحار. رغم أن عندي بنتي فكرت في انتحار. مين طلب الطلاق؟ أنا اللي طلقت لأنه غلط معايا كتير، والأغلاط اللي غلط معايا ما قدرتش نسامحه عليها. فراق، خيانة، وفاة. لحد يعني ما دخلت يعني ما مصدقاش أنه ماما ماتت. فوقاش غنصدق؟ قلت لهم خصني نغسلها. فتي على غسيل والدتك؟ أنا اللي غسلت لوالدتي، أنا غسلت لها. اللحظة اللي كنت قبل ما غسلها قلت لها كل شيء اللي عمري ما قلته. مرحبا بيك، نهار كبير هذا صح؟ الله يكبر بك، شكرا، شرف لي. الشرف لي كمان. أسود ولا أبيض؟ نبدأ بالأسود باش نكملوها بالأبيض إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. ليش الأسود؟ لأن بحياتي كان بديت يعني بزاف الأشياء دازو شوية سوداوية، فبغيت ندوزها في البدايات باش إن شاء الله الأواخر يكون بيضة علينا. إن شاء الله بالآخر بنبدل. أكيد. التجارب السوداء أكتر علمت بحياتك؟ طبعا علمتني كتير. أي تجربة في الحياة ديالنا كتعلمنا. رح أغوص فيهم أكتر. بعندي سؤال، كانت متزامنة مع وفاة ومرض الوالد والوالدة، يعني بهيدي الفترة الضربات المتتالية. بالضبط، كانت نفس الفترة اللي كنت كان مع الوالد ديالي كان قابله، وهو باش كان عندي أنا أنا عندي أسباب في الحقيقة اللي وصلت الطرف الثاني يغلطوا معي، باش نكون واضحة وما نكذبش على راسي، حيت أنا صريحة مع راسي ومتصالحة مع راسي. حلو. غلط في أنني كنت كنعتقد أنني كاين واحد التربية ربوني والدي عليها، أنني اعتبرتها صفة، وهي بعض الأحيان عند الرجال ما كتكونش صفة، اللي هي أن المرأة تكون معتمدة على راسها، وتكون أن مسؤولة على راسها، وتكون قادرة تعمل بزاف ديال الأشياء في الحياة الزوجية. فأنا مثلا في علاقتي كان في الأول كنت بحكم كنا صغار، وبحكم تربيتي أنا تربيت بهاد الصفة هذه. كنت كنهضر مع الطرف الثاني مثلا، كنبين له هاد الصفة فيا، وأنا قادرة نعمل هادي وكنعمل هادي وكنعمل هادي وكنفعل هادي وكنفعل. شلت عنه؟ شلت كتير. ففي الأول كان يعني الأمور جميل، هذا حلو أنك أن في عندي يعني شريك حياتي يعني ممكن يشيل عنك. أنت معطاءة. exactement، أنا معطاءة. الرجل ما بحب المرأة المعطاءة. فتعلمت أن في الحياة من غير هكاك، أنك كنتي في بعض الأحيان كتدخل في الرجولة ديال الطرف الثاني، وكتبان أنت كتحاول غير تعاون، ولكن في الأخير راك دخلتي في واحد الإطار اللي نقصتي للرجولة ديالو. فخصك تخليه الراجل حتى هو يحس بأنه هو قادر يعمل معك. لما الرجل بحس أنه المرأة قللت من رجولته أو تدخلت برجولته،
بنعم أم لا مم. فقط من دون أي استطراد بيبحث بمكان آخر نعم. عن تعويض عاطفي؟ نعم طبعا. على داكشي كنقول لك انا، حتى انا عندي انا مشاركه. كثير حلو اللي عم تقوليه، بس المشاعر أمرار تتغلب علينا وإلها حق علينا. اللحظة اللي بشعر فيها بالخيانة شو بعيش؟ انا شخصيا يعني تعرضت بعض المواقف بحال هكا. بالنسبه لي اللي خديت موقف ببروده. اي نعم، ما نكذبش عليك، داخل ديالي كان ربي اللي عالم بيا، ولكن حاولت نتفكر انني انا خسرت جوج د الاشخاص، اهم اشخاص في حياتي. انا امي وبيي رحلوا، شو حخسر يعني؟ شنو باقي عندي ما نخسر؟ شنو اصعب من ان تصيبك مصيبه تخسر امك وبيك في نفس السنه؟ الطريقه يعني اللي ماتت فيها الام ديالي هي اللي كانت اصعب بزاف. هذيك يعني اللي طلعت منها بفضل رضا الوالدين والله سبحانه وتعالى. فاللي جاي اي شيء كان كيجيني عادي، يعني ما غادي يجينيش اصعب من داكشي اللي مريت منه. فاي شيء يعني خيانه من صديق، من شريك، من طرف، اي طرف، هو اللي خان، هيخون نفسه مش خاني انا، خان راسه. بس لما اتلقى الخيانة أنا وعم بعاني، امم أنا بأمس الحاجة للسند، للأمان، للحيط اللي أنت قلتي عنه. الخيبة بتكون مضاعفة طبعا وفرح. ما مشكله حدا. و... وكنت وحدانيه، ما كان عندي حدا. و... والحمد لله، الحمد لله. كان كانت صعبة كتير، يعني ما نكرهش، كانت صعيبة بزاف. ضعفتي؟ طبعا ضعفت، وصلت لاكتئاب، بس أنا بتكلم على فترة إنه يعني كانوا ضربات يعني متتالية. كانت يعني صعب عليا نتقبل ديك الضربات بديك بفترة وجيزة. يعني كنجي نوقف بتجيني ضربة تانية، حد بوقف بتجيني ضربة تانية. فكانت صعبة. بعوروا القلب. هو بيعوروا القلب وبس. اني اول ما يعني ححمل بنت، احمل ببنت وحسميها ماجدة. وصار هذا الشيء، وهذا اجمل هدية من عند الله سبحانه وتعالى. الأمومة غيرت فيا كل شيء. صار عندي تخوف، أنا ما بخاف، عادتي ما بخاف. صار عندي خوف على بنتي. صار عندي الحياة عندها قيمة عندي بسبب بنتي، وخصوصا في هذه المرحلة، لأن صارت هي كل شيء، هي حياتي الحمد لله. وغيرت في صرت أكثر حنية، أكثر صرت أملي، وما بقول أملي، أمنيتي في الحياة. أنا عندي أمنيتي في الحياة وأمنيتي في الممات، أمنيتك بالحياة هي إني أقدر نشوف بنتي في مكان يعني مأمنة، وفي مستقبل يعني نخليها إلى مت، نخليها ما نخافش عليها، نخليها في مكان مأمن ومع الأشخاص اللي مناسبين. بالممات. أشوف يجمعني ربي بأبويا وأمي الله يرحمهم. هادو الأمنيات اللي عندي في حياتي. ما تبقى عندي طموح، بس طموح هذا بس حوصل له. يعني أنا عارفة أي